ونتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ترك المعاصي إن شاء الله، وعزمنا على ما يرضي الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم يا رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني الغيب كله عنده، محدش يعرف إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني مملكة مضبوطة تماما، وربك عز وجل يجيب عليه حاجة ولا يسيب الناس يعني تعمل زي ما عاوزة؟ لا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين وأن تؤلف بين قلوبهم يا كريم. اللهم اجمعهم على طاعتك يا أكرم الأكرمين، وول أمورهم خيارهم ولا تول أمورهم شرارهم، وادفع عنا الهموم وادفع عنا الهم والغم والحزن يا رب العالمين. اللهم آمين. ونسألك يا مولانا أن تلحقنا بالذين سبقونا إليك على الإيمان. اللهم اجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك النصر على الأعداء. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فالله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده. ما قالش برسوله، لأنه في الوقت ده ما كانش يعني بيمارس الرسالة بتاعته. ده في الوقت ده كان مكرم. مكرم ليه؟ لأنه عبد. يبقى العبودية هي التي كست النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. صليتوا على الحبيب. ومعنى العبودية الاتصال بالله في كل الأحوال، في الحركات والسكنات. ومن اللي يقدر على الحكاية دي بقى إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: نحن معاشر الأنبياء إذا نامت عيوننا فلا تنام قلوبنا عن الله. يعني العين تنام لكن القلب ما ينامش. قلب النبي مع الله على طول. ولذلك الرسول ما كانش يهاب أحدا أبدا. ليه؟ لأن ربنا قال كده: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولذلك لما راح المدينة قالوا خبر من السماء والأرض
ان واحد من الشباب جمع الشباب وقال يعني محمد ده يجي يخش كده على المدينة يلم اليهود حواليه ويلم الأوس والخزرج حواليه، لا ده احنا لازم ندخل عليه ونطلعه من المدينة ونرجع المدينة لأهلها. فلما جاء الخبر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة، قال لهم جاني خبر من واحد اسمه دعثور، ده موجود في رواية البخاري كده. فدعثور ده شاب بقى من الشباب وقال لك بقى محمد ده عاوز يعمل زعيم، فاحنا لازم نطرده من عندنا. فقال للصحابة قد حدث منه كذا وكذا. قالوا يا رسول الله نذهب إليه قبل أن يأتينا، قبل ما يجي لنا نروح له احنا. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، طيب خلاص يلا جهزوا نفسكم نروح. فساعة ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جهز نفسه مع الصحابة راح الخبر لدعثور، قام دعثور قال الله ده الراجل ده مش سهل، ده خد المدينة ويجي ياخد عندنا كمان، ده ايه ده؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، ومن ضمن الست الحاجات اللي تفضل بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء نصرت بالرعب من مسيرة شهر. يعني قبل ما يروح للعدو بشهر كامل ربنا يحط في قلوبهم الرعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فيعمل ايه دعثور؟ قال ما قرب يجي عندنا نبقى نستخبى، وساعة ما يجي عندنا ما يلاقيش يعني شبان ولا حد يحاربه يرجع تاني، يبقى ما نبوش على المشوار. وواصل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا ما لقاش الا الجماعة الكبار، يعني كبار في السن والناس المرضى والعيال الصغيرة والنساء. طب هو الإسلام بيقول لنا حاربوا الجماعة الضعاف دول؟ لا، الإسلام يأبى أن يحارب ضعيفا أبدا، بل إن الإسلام بيلم الضعاف ويخليهم تحت جناحه. إحنا بنحارب الجماعة اللي هم عاوزين يحاربونا ويكسروا المسلمين، دول أفوا عند حدهم. فسأل صلى الله عليه وسلم أين دعثور؟ فين الراجل اللي كان عاوز يجي لنا؟ ادي احنا جينا له لحد هنا. قالوا يا محمد دب في قلبه الخوف فذهب مع الشباب الذين من حوله واختبأوا، مفيش الا يعني الحريم والجماعة الصغيرين والجماعة الكبار، يعني الضعاف كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابحثوا عنهم، فتشوا عنهم بين الصخور. وهم ماشيين بيفتشوا ربنا أراد أنه يكرم الناس دول برسول الله، لأن الرسول ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا إيه؟ رحمة. ففي أي مكان يوجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون رحمة الله مع رسول الله. فالسماء تلبدت بالغيوم، يعني السحب اتلمت على بعضها وبعدين هطل المطر. الرحمة اللي نزلت دي بقى نزلت بسبب مين؟ بسبب وجود الرسول في وسطهم، مع انهم اعداء لرسول الله، لكن ربنا قال عنه كده وما ارسلناك الا ايه؟ رحمة للعالمين. الصحابة قالوا يا رسول الله الدنيا مطرت والهدومنا مبلت. قال لهم استتروا، كل واحد يدور على حتة كده يستتر فيها من المطر. طب وانت يا رسول الله؟ قالوا انا كذلك. فذهب صلى الله عليه وسلم الى شجرة، وشجر الجبل ما يبقاش عالي قوي، يعني يبقى شجر كده على قد طول الواحد، وجلس تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، يعني لا معاه لا حرس ولا غيره، بس في حرس عالي بقى، مش كده ولا ايه؟ مين اللي يحرس سيدنا النبي؟ رب العالمين. وهو ربنا قال له كده يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
والله يعصمك من الناس. قال له والله وحده، ما قالش حد غيره. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صليتوا على الحبيب. وبعدين بعد ما المطر كده بطل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى الهدوم يعني مبلد، فقلع السلاح وراح معلقه، وقلع القميص بتاعه راح معلقه، وفضل بالقميص التحتاني، وقعد بقى شويه على ما يشوف يعني الجو يعني هيعمل ايه. فنامت عين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سفر طويل وفي الجبال تعب، فاستراح النبي صلى الله عليه وسلم وتمدد، رقد تمام، ريح الجسم، لأن الجسم لما يرتاح بالنوم لازم ياخد وضعه على الأرض، الجسم كله في الأرض. لكن لما تنام وانت قاعد بيبقى نوم كده يعني نص ونص، يديك راحة 50% وتعب 50%، لكن اهي راحة 50%. صليت على الحبيب. فلما تمدد قام دعسوب كده يبص كده، لقى الشجرة وعليها السلاح وعليها القميص. قال الله، من الذي أتانا في عقر دارنا وأهاننا؟ أهانهم بإيه؟ بأنه يعني ما هموش حاجة، قلع الجلابية وحطها على الشجرة، وقلع السلاح وحطه على الشجرة، معناها انتوا يعني ما تستاهلوش الواحد منا حتى يمسك سلاحه. فجاء دعسوب غضبان ماسك السلاح بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين راح مصحي سيدنا، قال له قم يا أخ العرب، ما يعرفوش ان الرسول ده. قام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بص له كده، قال له من أنت؟ قال له أنا دعثور. فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد زي ما هو، وده كنت واقف.